Let's talk about letter F. Yes, it's letter F. F makes a sound of. F makes a sound of. يبقى احنا كده لما نتعلم letter F لازم نعرف اللي هو بيعمل صوت. Yes, that's right. Let's listen sound from this word. Like F is for fish. 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 F is for frog. Frog. F is for frog. Frog. F is for fox. 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 وبعد ما اتعلمنا الليتر F وسمعنا الساوند بتاعنا بالكلمة fish. Fish. Frog. Frog. Fox. Fox. ما تنسوش يا حبايبي حلوين ان الليتر F has two forms. عنده شكلين، شكل capital and small. تعالوا بينا نتعلم نكتبهم مع بعض. يلا بينا. How to write capital F. تعالوا بينا نشوف مع بعض ازاي هنكتب capital F. أول حاجة start at the top and make a line down. هنبدأ من فوق كده وبعدين ايه هنعمل line لتحت اهو. start at the top and make a line down. أهو start at the top and make a line down. تمام. طب وبعدين وبعدين هنعمل go back to the top and make a line across. هنعمل line بقى across من هنا اهو. نرجع فوق ونعمل ايه line across اهو. نرجع فوق ونعمل ايه تاني make a line across. وبعدين go back to the middle. هنبدأ نرجع تاني هنا في النص وبعدين ايه make a line across. make a line across. make a line across. طب تعالوا نجرب تاني اهو. start at the top make a line down up and down up and down. بعدين across اهو up and down. بعد كده across زي كده capital E بالظبط، ولكن احنا بنعملش across في الآخر بقى، يعني مش بنعمل خط في الآخر. تمام. ده الكابيتال F. أما السمول F start at the top. هنبدأ من فوق and go around اهو. بنبدأ بالفوق وبعد كده بنعمل ايه نص دوران. تعالوا كده تاني اهو زي دوران كده خفيف اهو. start at the top and go around وبعدين ايه down اهو. تاني start at the top. طبعا بنكتب برضو السمول F ما بين 3 lines عادي جدا، يعني الكابيتال F بيتكتب ما بين 3 lines وسمول F برضو بيتكتب ما بين 3 lines اهو. around and down to the bottom اهو. نعمل زي دوران خفيف كده around to the bottom اهو. وبعدين بنيجي في النص in the middle make across اهو. in the middle make a line across اهو. تمام اهو. تعالوا كده in the middle اهو زي ما انتم شايفين make a line across اهو بالشكل ده في النص. اوكي. طب تاني كده اهو around وبعد كده down وبعد كده make a line across اهو. around and down make a line across. around and down make a line across وهكذا. ده السمول F. طبعا ما ننساش ان احنا نتدرب على اللتر F زي كده ان احنا نميز. هنا بيقول لك color capital F. هنا طبعا طالب هنا trace and write عشان الطفل يتعود على الكتابة الفرق ما بين الكابيتال والسمول. وطبعا ما ينساش اللي هو يحل الكواز ده. تمام كده. اللي هو طبعا لازم ندرب الطفل على قدر الامكان ان هو يعمل ماتش ما بين الكابيتال والسمول، وكمان هنا يعمل هنا فايندن لابر كيس letters او اللي هو يدور على حرف الكابيتال اللي موجوده في الحروف اللي هو اخدها من اول letter A لحد letter F. برضو هنا في تيست الطفل هنا بيحله homework. طبعا لو معاكي كتاب بيحل في كتاب، لو مش معاكي بتخليه اللي هو تكتبي له التيست ده عشان يتدرب اللي هو ازاي يميز ما بين اصوات الحروف. وهنا بيطلب مننا هنا listen and write the beginning sound
وانت بتقولي له الكلمة أو بتسمعي هنا من QR كود الموجود في الكتاب. لو في أي كلمة واقفة معاكي أو مش عارفة نطقها فده هيساعدك جدا جدا إن هو الطفل يسمع نطق الكلمة من QR كود ويكتب الحرف الناقص الموجود في الكلمة أو في الصورة. برضو هنا بيطلب منه في طبعا question number 2 choose the picture with a beginning sound اللي هو طبعا كل الصور دي عارفها أكيد يعني apple، فهيختار اللتر A. أهو نحلها مع بعض أهو، يا إما بيلون يا إما بيعمل circle. أوكي طب هنا طبعا دي عارفها fish fish بدي بلتر E ف يبقى letter F. ها cat cat cat. ايه الحرف اللي بيقول ك sound؟ ها letter C. طب هنا banana 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 اللي هو letter B اللي بيقول ب. طب الكلمة دي بقى أو الصورة دي عبارة عن إيه؟ egg egg egg. يا ترى هنختار ايه الحرف اللي بيقول ايه sound زي مين؟ زي letter E، فهنعمل عليه circle. طب هنا dinosaur ايه الحرف اللي بيقول نطق د؟ يا ترى مين؟ letter D، فهنختار small d وهنعمل عليه circle. ما ننساش ان اهم حاجة لازم الطفل يتدرب تدريبات كتيرة قوي عشان يقدر يميز ما بين أصوات الحروف وبعضها، وكمان يتدرب على الحروف الكابيتال والسمول بالطريقة دي أو بالتدريبات بالشكل ده. دي مهمة جدا 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 عشان نقدر نلخص موضوع ازاي الطفل يقدر يميز ما بين الأصوات. وفي أولاد بتلخبط ما بينهم كتير أو ما بين الحروف الكابيتال أو السمول أو ما بين اسم الحرف وكمان صوته. أتمنى يكون الشرح عجبكم وأشوفكم ألف خير وأقول لكم جود باي، مع سلامة الله.